خلينا نقول استاذ جاهزيته الى اين وصلت لحد الان على الارضيه وهذا وبعد تعاون الاخ مرزوق الغانم وفواز الحساوي؟ انا اقول لك وين نقدر نوصل يعني؟ انتقلنا الان الى مراحل تطويريه، احنا انتهينا من الاساسيات كلها. الان يعني قبل اسبوع الحمد لله تم فرش المنصه الامنيه بالكامل. نعم. والطوابق المقرر فرشها. نعم. المنطقه اللي تحت، واقدر اقول لك ربطنا يعني وضفنا احنا اشياء وايد طبعا الكترونيه. نعم. قيدنا الكاميرات يمكن 35 40 يعني قلت لك ممارسه او مناقصه. والاهم من ذلك ان ربطنا سوينا كيبل الياف الضوئيه او الفايبرك هذا. ربطناه بالهيئه مع الشاشات مع الكاميرات كلها حتى تصير مراقبه كلها مراقبه. وانا الحين اقدر تلفوني يطلع لك انا الحين 45 كاميرا اشوفها انا بالايفون او بالايباد، اتابع يعني كعمل يومي. حتى المهندسين الاخوان والجهات كلها قعدنا معاها وقدموا خططهم اللي هي لها خدمات بالاستاد، قلت لك مثل الداخليه والجيش يعني الخدمات الاخرى اللي تتطلب وجودهم داخل الاستاد. انت قلت ان الان عملتوا يعني نظم تطويريه في التكنولوجيا. نعم نظمنا كثير. زين، من البديهي ان في اشياء كانت متلفه، هذا من المسؤول عنها؟ يعني هذه الفلوس دوله راحت الان يعني خلينا نقول اتلاف اجهزه، بدلتوا مثلا نظام التكييف في الاستاد، بدلتوا الكهرباء، في تلف كبير لتجاوز الاخرين او خلينا نقول للمسؤولين السابقين. من يعني هذه كلها من فلوس الدوله، من نحاسب يعني؟ ما ادري والله، ما ادري.